السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعة تانية ثانوي وحبايبنا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. الأول كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وبإذن الله يا ربنا حبيب قلبي يتقبل منا ومنكم كده جميعا صالح الأعمال، وبإذن الله يا ربنا يخرجنا من الشهر ده واحنا مغفور لنا كل ذنوبنا، وبإذن الله ربنا ينول كل واحد فينا اللي في باله واللي هو بيحلم بيه وبيتمناه، وبإذن الله يعني شهر الخير علينا جميعا. وتعالى بقى عشان نبدأ نظبط مع بعض شوية أجزاء كده جوه الدرس الأولاني. زي ما اتفقنا مع بعض في المقر، احنا نبدأ إن احنا نريح يوم، واخد بالك، ويبدأ ينزل لنا مكان التريحة اللي انت ريحتها فيديو ده هنبدأ إن احنا نتحاسب فيه كويس أهو يوم السبت والحد اللي جايين، اللي هما اليوم بتاع المتابعة بتاعتك. تمام؟ يبقى عندك متابعة كاملة على الدرس ده مع كل الأجزاء اللي احنا خلصناها لحد نظرية فيسبر أو نظرية الإيه؟ تنافر الازواج الالكترونيه. الكلام ده مفيش فيه هزار، انا ببلغ. تمام؟ طيب تعالى يا باشا نشوف الاسئله اللي موجوده معايا على الدرس الاولاني. بيقول ايه؟ بيقول لك الشكل المقابل يعبر عن نموذج لويس لذره العنصر مين؟ ماشي. من الواضح ان الاكس عنده 1 2 3 4 5 6. يعني الاكس عنده في الغلاف 6. تمام؟ يعني عنده في اخر مستوى طاقه رئيسي 6. تمام؟ اذا العنصر اكس يقع في المجموعه 6 ايه؟ تمام؟ ما هو عنده 6 الكترونات، يبقى في المجموعه 6 ايه؟ زي العسل. يبقى العنصر ده لما اجي اوزعه الاقي في اخر مستوى طاقه فرعي عنده او طاقه رئيسي عنده 6. ماشي؟ تعال نوزعه ل 15. مش مستاهله. 2 8 5. لا ده عنده 5، ده في المجموعه 5 ايه؟ طيب تعال نشوف ب. ده كده 34. طبعا مش هتعرف توزعهم رئيسي، وزعهم فرعي وخلي الفرعي يسلم رئيسي. تاني اهو مش هتعرف توزعهم رئيسي من اول مره، وزعهم فرعي وخلي الفرعي يسلم رئيسي. طب يلا بينا. قلت لي يلا بينا. تعالى يلا. البي هعملها قدامك اكني عمري ما اشتغلت معاك كيمي من الاول خالص، الف ب خالص اهو. 1 اس 2 اس 2 بي 3 اس 3 بي 4 اس 3 دي 4 بي لحد هنا 30. 2 2 6 كده 10 2 6 2 كده 20 و10 30. يتبقى كام؟ يتبقى 4. طب غلاف التكافؤ حبيب قلبي بيبقى اكبر رقم كم رئيسي انا اقدر اوصل له. اكبر رقم كم رئيسي هنا 4 اهو و4 اهو. يبقى انا هنا عندي 4. يبقى في اخر مستوى طاقه رئيسي عندي اهو 2 و4، عندي 6 الكترونات. ايوه، يبقى انا كده وصلت للرئيسي اهو. اخر رئيسي اللي هو الرئيسي رقم 4 شايل 2 و4، يعني شايل 6 الكترونات. يعني فعلا هيبقى الشكل بتاعه بالمنظر ده. اذا العنصر اللي هينفع يكون حواليه 6 نقط هو العنصر بي عسل. 2. يقول لك ايه؟ مع عدد الالكترونات المفرده في نموذج لويس النقطي لايون الان. طبعا الان توزيعته 2 5. طبعا احنا بنشتغل بالكترونات غلاف التكافؤ بس. كده الان حواليها 5، يعني الان 1 2 3 4 5. صليت على النبي وقلت عليه افضل الصلاه والسلام. طب مستر نعم، بس هو هنا بيقول لك بس ده مش عنصر، ده ايون. ايون سالب، يعني اكتسب كم؟ اكتسب 3، يعني 1 2 3. والله بقى اكتسب 3، شارك ب3. المهم ان الدنيا تمام. وكده الان اصبح محاط ب8 الكترون يا باشا. يبقى مع عدد الالكترونات المفرده اقدر اقول لك انه كده اصبح مشابه للغاز الخامل، وبكده عدد الالكترونات المفرده 0. اي الجزيئات الاتيه يتضمن 3 ازواج ارتباط. 3 ازواج ارتباط. تعالى يا باشا نرسم اتش بي ار. طبعا الاتش بيجي بنقطه واحده، اما البي ار بيجي ب7 نقط. لا بقى انجز بقى، ما يعني خلينا بقى عشان احنا صايمين اهو. ده زوج ارتباط واحده. H2O يا عم الميه معروفه. الO بيجي ب6 بالمنظر ده، يمسك هنا باتشايه، يمسك هنا باتشايه. وبكده يا باشا اهو لو انت خدت بالك كده الO طالع منه زوجين ارتباط. هو هنا ما عندوش 3 ازواج ارتباط، لا ده عنده 2 ارتباط وعنده 2 حرين. طبعا يا باشا انت لو بتتفرج علينا وانت ما انتش مذاكر اطلع من الفيديو. بكلمك بامانه والله. داخل تعمل ايه؟ روح ذاكر يا باشا. وتعالى يا باشا.
ان اف 3 ادي الان. طبعا الان بتيجي ب5 1 2 3 4 5. هتمسك في افايه بالمنظر ده، والافايه بتيجي طبعا ب7. مش عارف هو عمال هتعصب وافطر. مؤاخذه يا شباب، مؤاخذه. لازم تبقى انت عندك ثبات انفعالي زي كده. هنا الاف برضو بيجي بكام؟ 7. هنا برضو الاف بتيجي بكام؟ ب7. يبقى ده 1 و3، يعني 1 و3 ازواج يبقى 7 اهو. 1 2 3 ارتباط. بص يبقى الان حواليه 1 2 3 ارتباط وحواليه زوج حر فعلا. يبقى الاجابه هنا ان اف 3 لان هو عنده 3 ازواج ارتباط. طبعا ده O2. O طبعا نوع الربط هنا ربطه مزدوجه، ده كلام لا نقاش فيه. طبعا احنا متناقشين في الكلام ده لما متنا في المقر وعارفين ان الاو بيعمل ربطه مزدوجه. 4 مع عدد الكترونات الارتباط ماشي بين ذرتي الكربون في الجزيء ده. طيب الجزيء ده يا باشا انا هرسمه معاك اهو تاتا تاتا CH2 CH2. سيبك من دي ثالثه ثانوي، ثالثه ثانوي فكك منها خالص. CH2 CH2 هو اللي قال. يبقى اكيد نوع الرابطه هنا ايه؟ ثنائيه. طب ما هو عامل كده اهو CH2 رابطه ثنائيه CH2 اهو. CH2 رابطه ثنائيه CH2 زي العسل. ماشي. تعالى يا باشا نعد. وعايز ايه؟ وعايز عدد ازواج الارتباط. اقول له طبعا كل كربونه اهي طالع منها الكترونين بالمنظر ده، وكمان الكترونين يبقى الكربون طالع منه 4 والكربون هنا برضو طالع منه 4. تقدر تقول لي كده الكربونه دي طالع منها 4 الكترونات؟ طب طالع ما بينكم بقى كام زوج ارتباط؟ تقول لي 2 زوج ارتباط. يعني بكام الكترون؟ تقول لي ب4 الكترونات ارتباط. يبقى 2 زوج ارتباط ب4 الكترونات. هو عايز الازواج ولا الالكترونات؟ ما عدا الالكترونات. اقول له يبقى 4 الكترونات. 4 الكترونات تبقى الاجابه ج. زي العسل. قلت لي زي السكر. 5 مع عدد الالكترونات المشتركه في تكوين الروابط في جزيء الميثان. طبعا اللي ما يعرفش يرسم ميثان يروح يذاكر عشان انت ماشي في سكه غلط. ادي الكربون 1 2 3 4. يجي لك هيدروجين هنا، يجي لك هيدروجين هنا، يجي لك هيدروجين هنا، يجي لك هيدروجين هنا، وتبقى ده رابطه ثانيه ثالثه الرابعه. يبقى هو عنده كام رابطه؟ عنده 4 روابط. عنده 4 روابط. يبقى كام زوج ارتباط؟ 4 ازواج. لو بتسالني عن الازواج اقول لك 4، لو بتسالني عن الالكترونات اقول لك 8. مع عدد الالكترونات المشتركه يبقى 8 زي العسل. مع عدد ازواج الالكترونات الحره على ذره الزرنيخ في مركب الارزين. طبعا الزرنيخ هو مديهولك بعدده الذري كام؟ 33. طبعا يا باشا اللي مذاكر والله العظيم 3 اللي مذاكر ما محتاج. اللي مذاكر يقول لك الزرنيخ، او اللي مش مذاكر اللي هو بيجيبها بدماغه AS يقول لك ارجون 18. طبعا ارجون دوره ثالثه، خش الدوره الرابعه يبقى 4S 3D 4B. اطرح 33 ناقص 18 يطلع معايا 15 اللي هم 2 10 3. ايوه فين غلاف التكافؤ؟ غلاف التكافؤ ادي 4 وادي 4. غلاف التكافؤ شايل كام؟ ادي 2 وادي 3. كده غلاف التكافؤ شايل 5. يبقى اخر مستوى طاقه رئيسي شايل 5. يبقى العنصر ده في المجموعه 5A. يبقى العنصر اللي اسمه الزرنيخ اللي هو AS حواليه 1 2 3 4 5. زيه زي مين؟ زيه زي النيتروجين. اما الباشا اللي مذاكر جدول دوري يقول لك المجموعه 5A فيها نيتروجين، فيها فوسفور، فيها زرنيخ، فيها انتيمون كمان. والزرنيخ اهو، وطالما في ال5A يبقى العنصر بتاعي حواليه 5 نقط. خلصت. وبكده يبقى ده زرنيخ. ماله بقى الزرنيخ؟ طبعا الزرنيخ هو انا بيقول لك هيمسك في 3H. ادا اتشاي ادا اتشاي ادا اتشاي. بس اتبقى عنده كام زوج حر؟ اتبقى عنده زوج حر و3 ازواج ارتباط. وبيسال عن الحر اقول له يبقى ما عدا ازواج الالكترونات الحره اقول له الحر بيساوي 1. ما عدا ازواج الالكترونات الحره اقول له 1. كل المركبات الاتيه تتضمن ازواج الكترونات ارتباط عدا. طبعا HCl عنده يا باشا رابطه تساهميه احاديه. NaCl لا ما عندوش، ده ايوني اصلا، شبكه بلوريه يا باشا وتجاذب كهربي. HF مركب تساهمي قطبي
على الرغم من ان فرق السالبيه ب1.9، اوعى تنساه، اوعى تنساه. NCl3 طبعا هيبقى عنده 3 ارتباط، واحد حر وماسك في 3 Cl. حلو، كلها عندها ازواج ارتباط ما عدا مين؟ ما عدا NaCl عشان ايوني. 8 مع عدد الالكترونات الحره على ذره النيتروجين في مركب NH3. يا راجل ماشي، طبعا ال NH3 ادي ال N حواليه 5 بالمنظر ده، ماسك في H ماسك في H ماسك في H. كده عنده كام زوج حر؟ كده عنده 1 زوج حر. يبقى انا عايز حد من الاختيارات برضه عنده واحده زوج حر. تعال نشوف هنا البي اف 5. طبعا البي حواليها 5 الكترونات وهتمسك في 5 افات اهو. ادي 1 2 3 4 5. ده كده عنده 5 ازواج ارتباط 0 حر. ده عنده 3 ازواج ارتباط 1 حر. لا ما ينفعش. كي 3 بي اصلا ايوني. يا مستر بتعرف منين بسرعه كده؟ يا عم فلز. لا فلز، ما تهزرش معايا بقى. بي سي ال 3 ادي البي 1 2 3 4 5 سي ال سي ال سي ال. تصدق 3 ارتباط 1 حر اهو. ايوه، يبقى الاجابه بتاعتك ج زيها زي ال NH3. 9 من امثله الروابط الفيزيائيه، الروابط الايونيه لا كيميائيه، تناسقيه لا كيميائيه، تساهميه لا كيميائيه، هيدروجينيه وفلزيه هي اللي بتبقى فيزيائيه. سؤال عبيط. العنصر A و B و C يتحد كل منهما كيميائيا. طبعا B خامل. اي اجابه فيها B غلط. خامل نيون 10. عنصر B غلط. عنصر B غلط. عنصر A مع B غلط. يبقى الاجابه د. ثواني. طب يا مستر هل ينفع اصلا السي يمسك في الايه؟ ينفع السي يمسك في الايه؟ لان السي ابو 11 ده فلز واسمه صوديوم، اما الايه لا فلز واسمه فلور. ينفع يمسك في بعضه ويبقى اسمه NaF لان احادي مع احادي. NaF يعني Ca، وتبقى الصيغه بتاعتهم اسمها Ca. يبقى الفلز على الشمال ولا الفلز على اليمين؟ ايوه يا مستر ينفع. 11 جدول المقابل يوضح عدد الكترونات التكافؤ. يعني اخر مستوى. يعني عدد النقط. الاربع عناصر تقع في نفس الدوره يمكن ان تنشا رابطه ايونيه عند اتحاد مين؟ ده عنده 1 الكترون في التكافؤ يعني فلز، عنده 2 يعني فلز، عنده 6 يعني لا فلز، عنده 7 يعني لا فلز. طبعا دي مجموعه 1A، مجموعه 2A، مجموعه 6A، مجموعه 7A. حبيبي طيب، يمكن ان تنشا رابطه ايونيه عند اتحاد مين؟ رابطه ايونيه اي حد من دول مع اي حد من دول واديله. العنصر A مع B. يعني بذمتك ازاي A مع B؟ فلز مع فلز ازاي؟ يا عم بلاش قرف بقى يا عم. C مع D يعني لا فلز مع لا فلز، هيعمل ازاي رابطه ايونيه؟ يعني A مع B مفيش اصلا رابطه بين فلز وفلز اصلا. C مع D، C مع D لا فلز مع لا فلز، رابطه تساهميه، هو عايزها ايونيه. A مع D، A مع D 1A مع 7A فلز مع لا فلز. هو ده يا باشا اللي هيعمل رابطه ايونيه هو. وبعدين ده جايب لك ايه؟ A مع D يعني اقوى رابطه ايونيه، لان الاقوى الروابط الايونيه تنشا بين المجموعه 1A والمجموعه 7A اللي هم عناصر طرفي الجدول. تمام. عنصر دي مع نفسه يعني لا فلز مع نفسه، لا دي رابطه تساهميه نقيه. يبقى اللي فوق تساهميه ما اعرفش ايه، اما اللي تحت تساهميه نقيه. 12 يكون عنصر، انا هنا كتبتها جنب ج، المفروض تتكتب جنب د. يكون عنصر الكالسيوم رابطه ايونيه مع مين؟ يا عم اهو كالسيوم اهو، اكسجين لا فلز يعمل معاه رابطه ايونيه. مغنيسيوم فلز زيه، بوتاسيوم فلز زيه، بريليوم فلز زيه. يا راجل جايب لي لا فلز واحد يا راجل. ويبقى يا مستر الصيغه اسمها CaO. ليه يا مستر CaO؟ لان CA ثنائي التكافؤ والO ثنائي التكافؤ. يبقى هنا يا مستر خدت بالك اهو، ده ثنائي التكافؤ ده ثنائي التكافؤ يطيروا بعض فيبقى CaO. 13 اي المركبات الاتيه تكون الصفه الايونيه فيها اكبر ما يمكن؟ السؤال ده انا عاجبني قوي بصراحه، عاجبني، لان العيل اللي دماغه ضيقه شويه يبدا يبص
يقول لك ايه ده؟ لفلز 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 كلها اصلا مركبات تساهميه. ازاي تكلمني عن الصفه الايونيه حبيب قلبي؟ مركبات بيبقى عندها صفتين، صفات ايونيه صفات تساهميه. لو انا مركب ايوني صفتي الايونيه اعلى من صفاتي التساهميه، ولو انا مركب تساهمي صفتي التساهميه اعلى من صفتي الايونيه. حلو؟ قلت لي حلو. ولكن في جوه التساهمي بعض الخواص الايونيه زي القطبيه. حلو. يعني يا مستر انا ممكن اجيب لك مركبات ايونيه واقول لك مين فيهم الاعلى في الصفه الايونيه؟ اسمع كويس. ممكن اجيب لك مركب تساهمي واقول لك مين فيهم الاعلى في الصفه الايونيه؟ وهو قدامك وعلامه كتاب المدرسه اهي كمان، يعني مش من بيتنا. تمام. وممكن اجيب لك مركبات تساهميه واقول لك مين فيهم يحتوي على الرابطه التساهميه الاقوى، او اجيب لك مركبات تساهميه قطبيه واقول لك مين اللي قطبيته اعلى. شفت الثلاث اسئله اللي انا سالتهم دول؟ كل اجابتهم الاعلى في قيمه فرق السالبيه. يبقى الاكبر في القطبيه الاعلى في فرق السالبيه، الاقوى في الرابطه التساهميه الاعلى في فرق السالبيه، الاقوى في الخواص الايونيه والاعلى في الخواص الايونيه الاعلى في فرق السالبيه. طب يا مستر ما هو مش مديني قيم فرق سالبيه. طب ما هو ده اللي انا قلته لك، مش انا قايل لك كده بذمتك في المقر؟ طب انا احل ازاي يا مستر من غير فرق سالبيه؟ باشا لازم تكون عارف ان اعلى واكبر 3 ذرات في السالبيه هي الاف والاو والان، وبيسموهم الفون، ومعاهم كمان كلور على فكره، كلور ب3. اعلى 3 ذرات سالبيه اسمهم الفون FON. سالبيه الفلور يا سلام لو تعرفوا ب4، اكسجين 3.5، الان ب3، بننقص نص. تمام. طب هما لما يجوا يتحدوا مع الهيدروجين، يا عم افرض الهيدروجين ب2، يبقى لما يكون معايا HF، معايا H ماسكه في O، معايا H ماسكه في N، ومعايا H ماسكه في S. يا قلبي دي بعيده خالص دي. تمام؟ قلت لي تمام. طبعا لو احنا فرضنا، اصلك ما انتش مقتنع ان انا بحل بالفرض، اصل في ناس عايزه تجيبها بالهنبقه كده، يقول لك اصل لما مش عارف مين يبقى الفرق بايه؟ البسك في ثواني، وبدل ما انا شغال فلزات هشغلك لا فلزات. افرض يا حبيبي واسمع الكلام يا حبيبي، ما تخلكش هوائي. افرض وليكن يا باشا الهيدروجين ب2 وهو اصلا 2.1، انت ب4، انت ب3.5، انت ب3، وانت اكيد اقل. طيب 4 ناقص 2 ب2، 3.5 ناقص 2 1.5، 3 ناقص 2 1. ده انا عمال بغطس عمال بنقص. يبقى اكبر فرق في الاتش اف، وطالما اكبر فرق في الاتش اف يبقى هو الاعلى من حيث القطبيه والاعلى من حيث الخواص الايونيه. من المركبات الايونيه يا عم لا فلز، لا فلز، لا فلز، ايوني ازاي؟ كي ايون موجب، NO3 ايون نترات سالب. ايوه هو لان يا باشا معايا فلز اهو ومجموعه ذريه سالبه مليانه لا فلزات، يبقى ايون موجب ايون سالب رابطه ايونيه. اما هنا يا باشا لا فلز، لا فلز باظت، لا فلز، لا فلز باظت خلاص، يبقى الاجابه ب. 15 اي مصاهير كلها صلبه اهي، يعني خد كل دول سيح، يتميز بقدرته على التوصيل بتاع التيار الكهربي. باشا اللي يقدر يوصل تيار كهربي عربي اهو، اللي يقدر يوصل تيار كهربي اللي مصهوره كان مصهور لمركب ايوني. انت يا باشا لا فلز مع فلز مركب تساهمي. يا مستر ازاي فلز مع لا عشان فرق السالبيه ب1.5 اقل من 1.7، عشان كده AlCl3 وBeCl2 وTiCl4 مركبات يغلب عليها الطابع التساهمي، يعني خواص تساهميه اعلى من خواص الايونيه. يعني فرق السالبيه تحت 1.7. كل ده مكتوب عندك على السبوره يا باشا، بس انت ذاكر. يعني صفته الايونيه لا تتخطى 50%. طبعا ده اصلا مركب جلوكوز تساهمي اصلا يعني. ايه يا جماعه؟
يعني كل دول يا مستر لو سيحناهم لا يحتوم على ايونات اما الكيسي اللي لو صهرناه سيحناه يحتوي على ايونات واسمها ايونات حره لانه هيتحول الى مصهور ليكويد. اما لو كان اتحول الى محلول اقوس نتيجه ذوبانه في الماء كان عمل حبيب قلبي حاجه اسمها ايونات مماهه. 16 اي مما يلي يتميز بقدرته على التوصيل الكهربي. باشا هبص مركب ايوني يا اما كان ليكويد يا اما كان اقوس، ما ينفعش مركب ايوني سوليد. المركبات الايونيه في الصوره الصلبه لا توصل التيار الكهربي. تلاقي عيل نايم يقول لك طب ما انت لسه فوق مشاور عليها ويقول لي يتوصل. يا عم ده مصهور، بيقول لك اي مصاهير، يعني انا لسه همسك ده اعمل له عمليه صهر، لسه هجيب الكيس ال ده اعمل له عمليه انصهار، هسيحه، لسه هجيب ده سيحه. اما هنا بيقول لك هم دول اللي قدامك مين فيهم بيوصل من غير ما تعمل حاجه؟ مين في دول بيوصل؟ اقول له يا باشا ان اي سي ال ما يوصلش عشان سوليد صلب، كي سي ال يوصل عشان ليكويد، وايوه هو ده المصهور اهو يحتوي على ايونات حره، ايوه اهو يبقى ده كده ب هيوصل يبقى ب مصهور. يا مستر طب ده هو مصهور اهو، يا عم ده اصلا تساهمي يا عم والله تساهمي، وده طبعا لا فلز مع لا فلز تساهمي. يبقى الاجابه ب. 17 اي المركبات الاتيه يغلب عليها الخواص الايونيه. حلو، لا فلز لا فلز لا فلز لا فلز لا فلز تساهمي نقي. فلز روبيديوم 1A Cl، لا فلز 7A، ايوه هو ده. يبقى الاجابه ده. شايف يا باشا اللي مذاكر فلزات لا فلزات ومذاكر جدول بيعمل ايه؟ في ثواني. 18 اي هاليدات الصوديوم الاتيه تكون درجه انصهارها هي الاعلى. درجة انصهار أعلى يعني أعلى في قوة الرابطة الأيونية، عشان كده الخواص الأيونية أعلى. يعني الأعلى هنا اللي أنا أختاره يبقى المفروض أعلى في الرابطة الأيونية، أعلى في القوة، أعلى في الانصهار، أعلى في التوصيل، أعلى في الذوبان، أعلى في التماسك في الشبكة البلورية. شوف 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 كل دي اسمها خواص المركبات الأيونية. طب الخواص دي كلها بتتحسن وبتسمع وبتعلى ازاي؟ لما فرق السالبية يزيد. إذا أنا محتاج أطرح قيم فرق السالبية. وريني فين فرق السالبية، وريني فين القيم. قابل يا برنس، قابل يا برنس الأسئلة اللي أنا كنت بوري لك عليها يا برنس. قلت لك ما تعيشليش الدور والوهم إنه هيجيب لك أرقام، ما تعيش. ذاكر جدولك يا باشا ورتب لي كده نصف قطر وتعالى لي. شوف مين عامل مشترك، شوف نفس الكلام هو بيقول مين عامل مشترك؟ ان ايه عامل مشترك؟ افرض سالبيته وليكن بواحد، هي ب9/10. معايا بقى مين؟ فلور كلور بروم يود، يعني معايا المجموعه 7 ايه كامله، فلور كلور بروم يود. انت مصمم ما تفرضش، انت يا باشا حر، ده قرارك، انا بعرفك الصح. طبعا وانت نازل نق بيزيد يبقى السالبيه بتقل. يبقى لو الفلور مثلا سالبيته ب4، الكلور مثلا ب3، البروم مثلا ب2.8، اليود مثلا ب2.6، واديله اي كلام اي كلام مع مني. فرض اهو، بفرض اهو. يبقى وانا نازل نق بيزيد عشان انا لما بتحرك راسي في المجموعه النق بيزيد، وبالتالي لما النق يزيد السالبيه هتقل. قمت فرض ارقام للسالبيه، طبعا مش محتاجه اكبر فرق بين الاربعه والواحد، يعني بين ال NA والF، يبقى ده كده اكبر فرق خلاص. لان كل ما انزل هنا كل ما يبقى الفرق بيقل. يبقى هنا يا حبيب قلبي اهو اقوى رابطه ايونيه هتبقى عندي في ال NAF، وبالتالي هو الاعلى في درجه الانصهار، والاعلى في درجه الغليان، والاعلى في التوصيل للتيار الكهربي، والافضل في الذوبان، والاكثر تماسكا في الشبكه البلوريه بين الايونين الموجب والايونين. ايش WXYZ جميله، عناصر ممثله تقع في دوره واحده حبيبي، يبقى WXYZ دوره واحده. اي كلوريدات هذه العناصر يتميز باعلى درجتي غليان وانصهار؟ قلت له تبقى الاقوى في الرابطه الايونيه. طب انا هعرف منين؟ من عناصر يا باشا اللي قدامك تحسب تكافؤاتها زي اعداد التاكسد الترم الاولاني. قصدك ان السي ال بيبقى ب1 فدي -4، يبقى كده الدبليو بموجب 4، يبقى كده الدبليو في المجموع 4 ايه؟ ايوه بالظبط كده. تاني يا مستر عشان ما كناش معاك ترم اولاني ما كناش عارفين يعني ايه عدد تاكسد. -1
في 4 سالب 4. الكلورايه بسالب 1، سالب 1 في منها 4 يبقى بسالب 4. يبقى اكيد الدبليو عشان يلبس فيه يبقى الفقد قد الاكتساب مثلا، يبقى هنا الدبليو موجب 4 او المشاركه قد بعض موجب 4. يبقى هنا 4 ايه. طب ما هنا بنفس الطريقه سالب 1 في 3 اكس موجب 3، يبقى الاكس موجب 3 يبقى 3 ايه. موجب 2 خلاص بقى يبقى 2 ايه. موجب 1 زد بموجب 1 يبقى مجموعه 1 ايه. يبقى احنا لو رتبناهم في الدوره نلاقي الزد الاول ثم الواي ثم الاكس ثم الدبليو. حلو حلو. الزد في ال1 A، الواي في ال2 A، الاكس في ال3 A، الدبليو في ال4 A. اهم كل دول بقى عايزين يمسكهم في الكلور اللي في المجموعه 7 A. يبقى مين اعلى درجه غليان ودرجه انصهار؟ ما انا قايل لك لو احنا في نفس الدوره كلما ازداد البعد الافقي كل ما زاد فرق السالبيه. طب يا مستر اقنعني. حاضر يا حبيبي. ادا زد ادا واي ادا اكس ادا دبليو ودا السي ال اهو. هو مش وانت داخل في الدوره النق بيقل؟ يعني السالبيه بتزيد. ايوه. افرض وليكن ده صوديوم 9/10 1.2 1.5. شوف السالبيه عماله بتزيد اهي، السالبيه عماله بتزيد. طب والكلور؟ طب ما هو ثابت بكام؟ ب3. طرح يا باشا. يا مستر ما انا مش عارف يا ابني ما انا فارض الارقام قدامك. كده النق بيبدا يقل فالسالبيه عماله بتفرقع بتزيد اهي، والسي ال هناك ثابت اهو. 3 ناقص 9/10 2.1. 3 ناقص 1.2 1.8. بص يبقى هنا الفرق كبير، هنا الفرق اقل، هنا الفرق اقل، هنا الفرق اقل. يبقى كلما زاد البعد الافقي لعناصر نفس الدوره تزداد قوه الرابطه، لان يا باشا فرق السالبيه بيزيد، وبكده يبقى اقوى رابطه ما بين الزد والسي ال. يبقى الاجابه بالنسبه لسيادتك د. شوف شايف يا باشا يعني مش عارف اقول لك ايه والله. اهو الاسئله اللي احنا متناقشين فيها بدل المره مليار اهي. 20. الصيغه الكيميائيه للمركب الناتج من اتحاد العنصر ده. نيون عنده في الثالث اهو، عنده في الثالث 2 و4 يعني عنده 6، يبقى الواي عنده 6 زي الاكسجين. الواي شوفوا واي عنده 6 زي الاكسجين، وتحديدا هو بعد النيون يعني كبريت. ليه؟ ما النيون ب10 و2 12 و4 16 كبريت. شوف بقى اللي مذاكر جدول بيفرق ازاي. نيون وبعده 2 الله يعني المجموعه 2A يعني مغنيسيوم اهو 10 و2 12 مغنيسيوم. طب هو المغنيسيوم في المجموعه 2A يعني موجب 2، والكبريت في المجموعه 6A يعني سالب 2. ايه ده الكبريت سالب 2؟ يا حبيبي والله. ايه والله. شوف المجموعه 6A. فيبقى الام جي اهو بيجي بالكترونين، والاس اهو 1 2 3 4 5 6. يوم يعمل ايه بقى الاس؟ شوف بقى شوف الاس سالبيه عاليه وفلز ولا فلز. شوف الالكترونات عملت ايه؟ الالكترونات اتنقلت من الام جي راحت للاس. كده الاس اكتسب 2 فبقت شحنته سالب 2. كده الام جي فقد 2 فبقت شحنته موجب 2. هنا الفقد 2 هنا الاكتساب 2. يبقى ام جي اس ام جي اس يعني اكس واي. ام جي اهو اكس والواي اللي هو الاس. يبقى لما الام جي يمسك في الاس يبقى بنسبه 1:1 لان ده فقد 2 ده كسب 2، وبكده تبقى اكس واي يعني ام جي اس بدون اي تبديل تكافؤات لان هم تكافؤهم زي بعض ثنائي. فقد قد اكتساب يعني. 21. شحنة الأيونات التي ينشأ عنها تيارات أيونية التي تتحول ده التطبيق الجديد التعديل الجديد اللي في المنهج. جهاز رسم القلب بيبقى فيه أيونات كالسيوم ثنائي، أيونات بوتاسيوم أحادي، أيونات صوديوم أحادي، يبقى أيونات ثنائية وأحادية. يبقى موجب 1 موجب 2 مش مستاهل. عنصر عدده الذري 9 عرفتك فلور. عندما ترتبط ذرتان منه فإن الجزيء الناتج أكيد رابطة تساهمية نقية. تساهمية كمان ونقية لأن الذرتين منه فالفرق بصفر.
عند اتحاد ذرتين من الاكسجين لتكوين جزيء منه، ما انا لسه راسمها لك. جزيء الاكسجين اهو، رابطه تساهميه نقيه عشان الذرتين من نفس النوع، وفي نفس الوقت رابطه ثنائي تشارك كل ذره بإلكترون واحد. لا 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 لا، تمنح إحدى الذرتين زوج. تمنح يعني تفقد. يا راجل اتقي الله. يعني ألف بيقول لك تشارك بإلكترون، لا هي ما شاركتش بإلكترون، هي شاركت بواحد اتنين. تمنح يعني فقدت، لا طبعا. تشارك كل ذرة بزوج من الإلكترونات. يا باشا. تتكون بين الذرتين رابطة تساهمية قطبية، لا ده نقية ثنائية. طاقة وضع جزيء الأكسجين، سؤال برضو جديد من التعديلات الجديدة اللي في المنهج. طبعا يا باشا طاقة الوضع بتاعت الجزيء بتبقى أقل من مجموع طاقتي الذرتين منفردتين. طبعا احنا شرحنا وقايلين الذرة دي لوحدها طاقة معينة، الذرة دي لوحدها طاقة تانية معينة، اتحدوا مع بعض وصلنا الحلقة على استقرار. طب لما نوصل لحلقة على استقرار نستقر، فالطاقة تبدأ تقل، طاقة الوضع تقل، وإجمالي طاقة الجزيء والذرتين المتحدتين بتبقى أقل من مجموع طاقتي الذرتين منفصلتين يعني غير متحدتين. يبقى تساوي مجموع، لا أكبر من، لا أقل من مجموع طاقتي، أيوه أقل من مجموع طاقتي وضع ذرتيه. الرابطة في جزيء كلوريد الهيدروجين، من غير ما تبص بص 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 هخزق لك عينك. قايل لك HF HCl HBr HI وسميتها لك في الحصة HX، حيث الإكس متغير، ممكن يبقى F، ممكن يبقى Cl، ممكن يبقى R، ممكن يبقى I، وسميتها لك هاليدات الهيدروجين. اسمها إيه؟ اسمها هاليدات الهيدروجين. وقلت لك إن جميع هاليدات الهيدروجين روابط تساهمية قطبية، روابط تساهمية قطبية، واتجاه القطبية دايما في اتجاه الهالوجين كده سهل. اتجاه القطبية رايح للهالوجين، يعني لو HF القطبية في اتجاه الإف، يعني الإف سالبية أعلى، سحابة إلكترونية أكبر، كثافة إلكترونية أعلى، حيازة إلكترونية أكبر، يعني سالب جزء. طبعا الناس اللي حاضرة معايا وبتذاكر فاهم، أما الناس اللي مش فاهمة أنا بقول إيه كده كده هنصفيه، عشان أنتوا ما بتذاكروش مش عاملين اللي عليكم، بس الصبر عليا. يبقى HF تمام، يبقى اتجاه القطبية كده، يبقى الفلور أعلى سالبية، شحنة سالبة جزئية، حيازة إلكترونية أعلى، كثافة إلكترونية أكبر، الإلكترون بيقعد عنده فترة أطول. HCl الحيازه برضو في اتجاه الCl، الBr حيازه في اتجاه الBr، الI حيازه في اتجاه الI. اذا الاربعه تساهمي قطبي، لان فرق السالبيه بينهم اكبر من الصفر، ولا اكبر من 4 من 10 واقل من 1.7 من 10؟ ايوه اكبر من 4 من 10 واقل من 1.7 من 10. الرابطه بين فلز التيتانيوم ولا فلز الكلور TiCl4، ما انا لسه قايله لك يا جماعه TiCl4 وLCl3 والكلام اللي انا عمال اعيد وازيد فيه ده، كل ده يا باشا بيبدا تكون رابطته تساهميه قطبيه. تساهميه قطبيه يا مستر، ده التيتانيوم فلز والالومنيوم فلز، ما هو فرق السالبيه ما حصلش ال1.7 من 10، عشان كده فرق السالبيه اقل من 1.7 من 10. عشان كده يا باشا مركبات يغلب عليها خواص مركبات التساهميه. تمام، يبقى تساهمي قطبي تساهمي قطبي تساهمي قطبي، ودي من الامثله اللي المفروض موجوده في كتاب مدرستك. تعالى كده أمثلة المركبات التي تتضمن روابط قطبية. بص، جزيء الماء تساهمي قطبي، جزيء النشادر تساهمي قطبي، هاليدات الهيدروجين أخد لي بالك تساهمي قطبي. شوفوا اتجاه القطبية فين، شوف اتجاه القطبية فين يا مزاجه يا مزاجه. بص 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 بص. يعني ايه بقى مستر اللي انت عملته ده؟ لا لا لا، أرجوك أرجوك أرجوك. يعني انا مستر اتجاه القطبيه، بص اتجاه القطبيه كده، يعني الفلور اهو، بص بص الفلور سالبيه اعلى فحيازه الكترونيه اعلى. بص بقى، وكلوريد الالومنيوم اهو تساهمي قطبي. رابع كلوريد التيتانيوم، ايوه تساهمي قطبي. يبقى كلها بص بص جزيئات اهي، لها روابط ولها حبيب قلبي
صيغه او ليها حبيب قلبي شكل بيعبر لك على ان الجزيء ده مركب تساهمي قطبي، يبقى بيحتوي على رابطه تساهميه ايه؟ قطبيه. تعالى يا باشا نشوف البواقي. يبقى TiCl4 تساهمية قطبية. أي الجزيئات المركبات الآتية يكون أكثر قطبية؟ الأكثر قطبية أكبر في فرق السالبية. بس الراجل اللي هنا طلع راجل محترم وقام مديلك قيم السالبية الكهربية، قلت له مش عامل بيها حاجة أصلا، بس ما علينا. N ناقص H أهو يا عم، اطرحها يا عم عادي أهو اطرحها، مع إن هيبقى الإجابة د لأن الفلور أعلى سالبية، فلما الفلور يبقى ب4 أطرح منه H يطلع الفرق ب1.9. تعال N ناقص H N 3 ناقص H 2 و1 يبقى الفرق هنا ب9. NF3 N مع الإف 3 ناقص 4 ناقص 3 1. N مع الأو N مع الأو 3 ونص ناقص 3 نص. H مع F فين ال H وال F؟ هذا ال H 2 1/10 وال F 4. الطرح 1.9. فين أكبر فرق؟ أكبر فرق يعني أكبر رابطة، يعني أقوى رابطة تساهمية قطبية، يبقى الإجابة د عشان أكبر فرق السالبية، يبقى الإجابة د. 28. أي من ذرات الهالوجينات المحيطة بذرة الكربون في المركب اللي قدامك تكون أكثر جذبا لإلكترونات الربط؟ معايا كلور، بروم، فلور، يود. يا عم الفلور، كلور، بروم، يود، الفلور أصغرهم نق يبقى أعلى سالبية، وطالما أعلى سالبية يبقى أعلى في الجذب، يبقى الإلكترونات هتروح يا باشا سحابة إلكترونية ناحية الفلور هتبقى أعلى، يبقى الأعلى في الجذب هو الفلور. 29. أي مما يعد صحيحا بالنسبة للعناصر اللي آتية؟ 19 لو جيت توزع 2 8 8 1 بوتاسيوم فلز، يبقى الإكس فلز اسمه بوتاسيوم في المجموعة 1A، والواي أهو الواي 35 اما تيجي توزع هتلاقي بروم، والله العظيم هتلاقي بروم. تعالى يا باشا نوزع اهو، واي 35 اختار ارجون 18. فرق الالكترونات هيخش في ال4 اس 3 دي 4 بي، فرق الالكترونات هنا 17 يعني 2 10 5. 2 و5 كام؟ 7، يعني في المجموعه 7 ايه؟ يعني الواي لا فلز في المجموعه 7 ايه عشان عنده 2 و5 في غلاف التكافؤ. اما الزد 2 8 8 2 كالسيوم مش محتاجه اصلا زد، ده تاني اعدادي عارفين المعلومه. 2 8 8 2 يعني فلز، يعني في المجموعه في المجموعه 2A وفلز. ادي يا باشا التصنيف بتاعي. يتفاعل اكس مع واي، اكس مع واي حلو، فلز مع لا فلز، ويتكون مركب ايوني اكس واي. ده تكافؤ احادي، ده تكافؤ احادي اكس واي، يعني كي بي ار. عسل بس مش هكمل. يبقى دي الاجابه الصح. يبقى عشان فلز ولا فلز يتفاعلوا، وعشان احادي واحادي قاموا لابسين في بعض، وعشان الفقد قد الاكتساب كله تمام، يبقى كي اكس على طول، يعني كي بي ار على طول. يبقى اكس واي. شوف بقى بيقول لك ايه؟ اكس مع زد. طب ازاي اكس مع زد؟ فلز مع فلز يحدث تفاعل، باظت. طب جيم زد مع اكس، زد مع اكس برضه لا يحدث تفاعل. طب دال زد مع واي، زد مع واي فلز ولا فلز؟ طب ما هو يحدث تفاعل، يحدث تفاعل ويتكون مركب تساهمي، لا يتكون مركب ايوني، فلز مع لا فلز. حتى الزد تكافؤ ثنائي اهو، مدي التو بتاعه طول الواي، والواي تكافؤ احادي مدي الواحد بتاعه للزد، يبقى ده كانت هتبقى صح لو كان كاتب ايوني. 30. المركبات التاليه يذوب في رابع كلوريد الكربون. الذي يذوب في رابع كلوريد الكربون او يذوب في البنزين لازم يكون مركب عضوي. المركبات التساهميه القطبيه تذوب في الماء، والمركبات الأيونية تذوب في الماء، يبقى الماء يدوب أيوني يا إما يدوب تساهمي قطبي. أما رابع كلوريد الكربون والبنزين اللي أنا مش عايز أكتب لك صيغته CCl4، والبنزين يا عم أهو صيغته C6H6 عشان لو جالك مثلا وحب يلعب معاك لعبة مش حلوة. CCl4 و C6H6 اللي هم البنزين العطري ورابع كلوريد الكربون، دول كده
بيدوبهم التساهمي الغير قطبي. يبقى الغير قطبي يدوب غير قطبي، والقطبي او الايوني يدوب في القطبي. يبقى القطبي يدوب قطبي او ايوني، الغير قطبي يدوب غير قطبي. يبقى انا عايز حد عضوي، يعني انا عايز حد غير قطبي. MgCl2 ايوني ده يدوب في الميه. شوف انا معاك بالراحه خالص اهو، ده ايوني يدوب في الميه. K2CO3 ايوني يدوب في الميه. N2 او C2H4 ايوه عضوي اهو، في كربون وهيدروجين هيدروكربون، ايوه عضوي، ايوه عضوي، وفي نفس الوقت غير قطبي عشان السي والاتش الفرق ما بينهم 4/10 بالظبط. ده انا لساني دلدل يا راجل في الحتت دي في المقر، فرق 4/10 بالظبط. ومن هنا يبقى هيدروكربون اهو، وبكده يا مستر يبقى ده عضوي ايوه، وطالما عضوي يبقى غير قطبي، وطالما غير قطبي يدوب في الغير قطبي زي رابع كلوريد الكربون والبنزين، وتبقى اجابتك ج. طب ما تيجي نشوف ده، بص NaCl ايوني، وطالما ايوني يدوب في الميه. اخر يا باشا 3 اسئله وهسيبك، ونبقى يا باشا نتناقش في الاسئله بتاعه المقالي، نبقى نتناقش فيها في المقر حبيبي، يعني نحلها مع بعض في المقالي. اي مما يوصل التيار. KCl على دماغي هيوصل، بس لو كان ليكويد او كان اقوس، يعني كان مصهور او كان محلول. اما انت هنا سوليد لا ما توصلش، ما توصلش. طب ب HCl جاز، حلو. مذاب في البنزين، حلو. طب ما هو لا يحتوي على ايونات، لا يحتوي على ايونات. HCl لو داب في البنزين بيدوب بس من غير ما يطلع ايونات، اهو اهو يذوب ما يطلعش ايونات. يا عم اقول لك حاجه اهو، يا عم فكك. انا عشان ادوب، يعني عشان اطلع، عشان اوصل تيار انا عايز ايونات. يعني انا عايز HCl اقوس، ودي انا مأكد عليه، قلت لك ال HCl الغاز لوحده ما يوصلش لانه مركب تساهمي ما عندوش ايونات. لكن لما هينزل الميه والله العظيم 3 هيتحول لمحلول متأين، يعني يجيب H موجب اقوس ويجيب Cl سالب اقوس. يبقى تاني HCl غاز كلوريد الهيدروجين في صورته الغازيه. افتح كتاب مدرستك واتفرج هتلاقي الكلام بيقول لك ده بالنص مكتوب. HCl غاز في صورته النقيه لا يوصل التيار الكهربي، هو في حاله غازيه لا يوصل التيار الكهربي. اما لو نزل الميه وداب يعمل محلول حمض الهيدروكلوريك، وده محلول متأين يحتوي على ايونات موجبه ايونات سالبه، عشان كده هيوصل تيار كهربي. C2H4 مذاب في رابع كلوريد الكربون، هيدوب ولكنه اصلا ما عندوش ايونات، هو اصلا غير قطبي، هيعمل ايونات ازاي؟ 32 كل مما ياتي من خواص المركبات التساهميه عادي معظمها يذوب في المذيبات العضويه. المركبات التساهميه بيذوب في المذيبات العضويه. ليه؟ عشان معظم المركبات التساهميه بتكون غير قطبيه، وطالما انا غير قطبي هدوب في الغير قطبي، والغير قطبي يعني العضوي. قوة التجاذب بين جزيئاتها ضعيفة، عشان كده ممكن الاقيها اما في صورة سائلة اما في صورة غازية ساعات. في صورة صلبة، بس صورة صلبة بانخفاض درجة انصهار لان التماسك ضعيف. مظاهرها ومحاليلها جيدة يا راجل اتقي الله. جيدة ازاي؟ معظم تفاعلاتها بطيئة حمى لانها بتتم عن طريق الجزيئات، وبكده تبقى الاجابة بالنسبة لك ج. عظمة. جميل. 33 تحديد الجزء النشط من الدواء المستخدم في الامراض الفيروسيه. ايوه يا عم الكلام ده انا عارفه، مش ده التطبيق بتاع الادويه التساهميه؟ ده تطبيق الادويه التساهميه. صحيح يا مستر، صحيح والله فعلا. طب الادويه التساهميه يا برنس بستخدمها ازاي؟ قال لك الادويه التساهميه بستخدم معاها حاجه اسمها جهاز مطياف الكتله اللي بيساعدني على تطوير الادويه، لانه بيحدد كتله الجزيء بتاعه الدواء قبل ما ينزل ويرتبط بالفيروس، وبعد ما ينزل ويرتبط ببروتين الفيروس. فباخد الكتله قبل وباخد الكتله بعد. تقدير الكتله الجزيئيه للدواء بعد ارتباطه ببروتين الفيروس فقط، لا قبل وبعد عشان اعرف الفرق.
تقدير الكتله الجزيئيه للدواء قبل وبعد ارتباطه ببروتين الفيروس، يس. ايوه هي دي الاجابه الصح. بقول لك ايه يلا نخطف شويه مقال. يلا يا عم، ارسم شكل لويس النقطي لذره عنصر ممثل اكس يحتوي على 3 مستويات طاقه رئيسيه، 1 2 3. 3 رئيسي، ماشي حلو، اخره 3 رئيسي، ويحتوي في المستوى الفرعي الاخير على 2 الكترون مفرد فقط. يعني الفرع الاخير عنده 2 مفرد. طب ما الفرع الاخير جوه الثالث يا اما 3 اس يا اما 3 بي، ما هو اكيد الفرع اللي في الثالث يا 3 اس يا 3 بي. طب وباعتبار يا مستر ان الفرع الاخير يا 3 اس يا 3 بي، عايز احط هنا او هنا 2 مفرد. طب انا لو حطيت في الاس 2، ما هو لو حطيت في الاس 2 ما بقوش مفرد، بقوا في حاله ازدواج. انا عايز 2 مفرد، يبقى اكيد الاثنين المفرد محطوطين جوه البي بالمنظر ده. هذا التوزيع. يبقى هو ده العنصر، شوف بمنتهى البساطه اهي والحرفنه اهي. ده العنصر اللي عنده في مستوى الطاقه الرئيسي الثالث اهو. الرئيسي الثالث بيقول لك الفرع اللي جواه شايل 2 الكترون مفرد. جيت اجرب 2 مفرد في الاس، قال لي ما ينفعش، الاس لو حطيت فيه 2 يبقوا الاثنين مزدوجين. فجيت اجرب الاثنين المفرد اللي في البي نفعوا اهو بالمنظر ده كده يا باشا. الثالث اهو، الثالث شايلين 2 و2 4، يبقى الثالث شايل 4، يعني 2 8 4 يعني 10، يعني السيليكون وطبيعي عنده في الغلاف 4، يعني عنده نقطة الثانية الثالثة الرابعة بالمنظر ده. يبقى العنصر اكس تمثيله هيبقى كده 1 2 3 4، يبقى عنده يا باشا 4 الكترونات في الغلاف. قشطة؟ قلت لي قشطة. حدد نوع الرابطة الكيميائية الموجودة في الجزيئات الآتية. مش مستاهله على فكره، في حاجات مشهوره قوي هنا. يعني كيس ال ايوني مش محتاج، ده هتلاقيه دلوقتي تساهمي، هنيجي نطرح دلوقتي وهتعرف ان صامي قطبي برضه تساهمي قطبي. اتش سي ال برضه تساهمي قطبي. سي او فلز ولا فلز ايوني. سي ال تساهمي، طبعا ذرتين من نفس النوع مش محتاج اصلا سالبيه، فرق بصفر يبقى تساهميه نقيه. ما تيجي تطرح السي ال الاولى ناقص السي ال الثانيه بصفر. اتش 2 اس برضه تساوي، تفهم اهي. دي كده الحالات المشهوره. تعالى يا باشا نشوف الفرق. كي سي ال، كي سي ال 3 ناقص 8 من 10، 3 ناقص 8 من 10 2 و2 من 10، عشان كده قلت ايون. ان او ادى الان وده الاو، 3 من 3 ونص يطلع نص، يبقى تساهمي قطبي عشان الفرق بنص، يعني اكبر من 4 من 10. اس او 2 ادى الاس 2 ونص وده الاو 3 ونص، الفرق بواحد، يبقى تساهمي قطبي عشان الفرق بواحد. طيب اتش سي ال من غير يا باشا دهاليد هيدروجين، تساهمي قطبي. طب الفرق بكام يا مستر عشان انا عايز اعرف؟ ادى الاتش 2 1 من 10 وده السي ال 3، الفرق ب 9 من 10 اهو. 3 ناقص 2 1. سي اي او، السي اي بواحد والاو ب3 ونص، يبقى هنا 2 ونص، يبقى ايوني اهو، فرق ب 2 ونص. انت بتقول سي اي بواحد والاو 3 ونص، يبقى الفرق 2 ونص ايوني. سي ال 2 طبعا 3 ناقص 3 بصفر، تساهمي نقي. اتش 2 اس ادى الاس 2 ونص مع الاتش 2 1 من 10، 2 ونص ناقص 2 1 من 10 4 من 10، 4 من 10 بالظبط، يعني تساهمي حبيب قلبي غير قطبي. اتش 2 اس تساهمي غير قطبي اهو. 2 ونص ناقص 2 1 من 10 4 من 10. علم. درجة انصهار ملح الطعام أكبر من ملح كلوريد الصوديوم، وذلك لأن قوة الرابطة الأيونية في NaCl أكبر من قوة الرابطة الأيونية في MgCl2، ويرجع ذلك إلى أن قيمة فرق السالبية جوه ال NaCl أكبر من فرق السالبية بين ال Mg وال Cl، وبزيادة فرق السالبية تتحسن الخواص الأيونية. كل حاجة. الرابطة بين ذرتي الكربون، هقولها تاني واحد اهي عشان الفرق هنا، فرق السالبيه هنا اكبر من فرق السالبيه. الرابطه بين ذرتي الكربون والهيدروجين في جزيء الميثان غير قطبيه. تقول لي يا باشا لان قيمه فرق السالبيه، مش انت بتقول لك رابطه اهو غير قطبيه اهو، قول له لان قيمه فرق السالبيه اكبر من الصفر واقل من الاربعه من 10، وهذا الفارق فارق صغير لا يسبب حيازه الكترونيه لاحد الذرتين اعلى من الذره الاخرى. يعني من البلدي كده، فرق صغير ما يعملش اقطاب، فرق صغير ما يعملش موجب وسالب، فرق صغير ما يعمليش قطبي.
أن قيمة فرق السالبية أكبر من الصفر وأقل من 4/10، وهي مقدار صغير لا يسبب حيازة إلكترونية أعلى لأحد الذرتين. الرابطة في جزيء الماء تساهمية قطبية. بينما الرابطة في جزيء الكلور تساهمية. يا عم أصل فرق السالبية بين الاتش والأو في جزيء المية أكبر من 4/10 وأقل من 1.7، لذلك قطبية. بينما في جزيء الكلور تساهمية لأن فرق السالبية بيساوي الصفر. 4. أيون الصوديوم الموجب وأيون الفلوريد السالب لهما نفس العدد من الإلكترونات رغم اختلاف عددهم الذري. أيون الصوديوم موجب Na11 يعني فقد 1، والفلوريد السالب في ضرب 9 كسب 1. ايوه ليه ليهم نفس العدد الذري؟ اقول لك يا حبيب قلبي لان الذرات عند الفض والاكتساب تميل الى الوصول للتركيب الالكتروني لاقرب غاز خام، فعندما يفقد الصوديوم الكترون يصبح مشابه للنيون 10، وعندما يكتسب الفلور الكترون يصبح مشابه برضه للنيون 10. مركب كلوريد الصوديوم له خواص ايونيه، وذلك لان قيمه فرق السالبيه بين ال Na والCl اكبر من 1.7. تميل خواص مركب كلوريد الالومنيوم لخواص المركبات التساهميه. شايف بقى جالك كلامي اهو. كلوريد الالومنيوم AlCl3 ليه بيميل للمركبات التساهميه بالرغم ان الالومنيوم فلز والكلور لا فلز؟ اقول له لان فرق السالبيه تحت ال1.7. كم بالظبط؟ 1.5. اقول له لان قيمه فرق السالبيه بين الالومنيوم والكلور اقل من 1.7 وتقريبا يعني وتحديدا 1.5 بالظبط. جزيء NH3 قطبي. السؤال ده هأجله لأن هو مش بيسأل عن رابطة، مش بيسأل عن قطبية الرابطة، هنا بيسأل عن قطبية الجزيء. بيسأل عن قطبية الجزيء. فما عادش خلاص بالنسبة لي حاجة اهو. خلاص أنت بتتكلم لحد السؤال 11، علل أخلص معاك العلل بس. أنا في السؤال رقم 7، فأنت بالنسبة لك ما عادش حاجة في الفيديو. فأنا بكلمك اهو. هنا أنا هأجل بس السؤال ده لأن أنا هشرح لك الأول فيسبر وأفهمك يعني إيه شكل فراغي وأفهمك يعني إيه عزم الازدواج القطبي عشان ابدا اكلمك على علم. لكن انا شايف ان مكانها مش صح في كتاب المدرسه، ما كانش المفروض تيجي في الدرس الاولاني، تيجي في الدرس الثاني والثالث والله. فهو هنا مش بيسال عن قطبيه الربط، هو بيسال عن قطبيه الجزيء. يبقى سيب السؤال ده مؤجل. بس الاجابه وذلك لان محصله عزم الازدواج القطبي لا تساوي الصفر. لكن لما اجي بقى اشرح افهمك. توصف الهيدروكربونات بانها مركبات غير قطبيه. اقول له لان قيمه فرق السالبيه بين الكربون والهيدروجين، مش هيدروكربونات، فرق السالبيه بين الكربون والهيدروجين 4/10 بالظبط. طيب تتاثر جزيئات فلوريد الهيدروجين بالمجال الكهربي. اقول له لان ال HF مركب تساهمي قطبي. يعني ايه تساهمي قطبي؟ يعني اتجاه القطبيه رايح في اتجاه الفلور، فالفلور بيتكون عليه شحنه سالبه جزئيه والهيدروجين بيتكون عليه شحنه موجبه جزئيه، حيازه اعلى. فلما تجيب مجال مثلا ده قطب موجب وده قطب سالب، هتلاقي ال HF اهو. مش ده الجزء السالب؟ تلاقي الجزء السالب اللي هو الاف رايح للقطب الايه؟ الموجب. والجزء الموجب اللي هو الاتش رايح للقطب الايه؟ السالب. يبقى ده كده يا باشا اهو HF بالمنظر ده كده. يبقى اللي بالبنفسجي دي الاتش. طبعا الاتش موجب جزئي فما تروحش للجزء الموجب. اما الاف هنا سالبه جزئيه، فالاف السالبه الجزئيه تروح للقطب الموجب. اما هنا الاتش عشان هي موجبه جزئيه تروح للقطب السالب، والاف اللي هي سالبه جزئيه تبعد عن الجزء السالب. فهمت حاجه؟ يبقى هنا حبيب قلبي اهو اكمن الجزيء حتتين اهو، حتتين اهو، ده الفلور وده الهيدروجين. طبعا هنا سالب جزئي، طبعا هنا موجب جزئي. فلما يبقى ده سالب جزئي يروح للقطب الموجب اهو، ولما يكون ده موجب جزئي يبقى يروح للقطب السالب بس. يبقى بيتاثر بالمجالات الكهربائيه، وذلك لانه يحتوي على رابطه تساهميه قطبيه قويه كمان فرق السالبيه فيها ب1.9. جزيء CO2 غير قطبي. باشا هاجله برضه اهو لان هو بيسالك جزيء كذا قطبي اهو وجزيء كذا غير قطبي على الرغم من ان الرابطه قطبيه. اقول له بص وذلك لان محصله عزم الازدواج القطبي تساوي الصفر. يعني بيلغوا بعض، ده خطي ده خطي، ده 180 يعني الزاويه 180 والشكل الجزيء بالنسبه لك جزيء خطي، ده بيشد في ناحيه ده بيشد في ناحيه فبيلغوا بعض.
ده سريعا، لكن هشرحها بالتفصيل الممل طبعا جوه مقري، او هبدا انزلها لك كمان حبيب قلبي لما اجي احل على فيديوهات عادي، مفيش اي مشكله بالنسبه لي، ولكن الجزئيه دي متاجله شويه، ولكن الناس اللي بتحب تكتب الاجابات، وذلك لان محصله عزم الازدواج القطبي تساوي الصفر. انخفاض درجتي انصهار وغليان المركبات التساهميه غالبا، اقول له وذلك لان قوه التماسك بين ذراتها وجزيئاتها بيكون قوه ضعيفه، وبذلك يا باشا لا تحتاج الى كميه حراريه كبيره حتى تنكسر الروابط التساهميه الموجوده. تمام؟ فبتنكسر روابطها بسرعه، فدرجه الانصهار بتقل والغليان بيقل، وذلك بسبب قوه التماسك الضعيفه الموجوده بين جزيئاتها. هقف معاك لحد هنا، ما حبيتش ان انا اطول عليك. كمل باذن الله بقيه الحل بتاعنا في المقر، عندك متابعه على الكلام ده باذن الله سبت وحد، الكلام ده تيجي مذاكره كويس جدا 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 جدا. خد بالك عشان الفتره اللي جايه احنا بنصفي، عشان عايزين نقلل عدد المجموعات، عشان باذن الله دول الطلبه اللي احنا عارفين ان هم يعرفوا يعملوا شغل. فمن الاخر حافظ على مكانك معايا عشان باذن الله تعرف تكمل معانا السنه، وباذن الله يكون ليك نصيب معانا كبير باذن الله في السنه اللي بعدها. اشوفك على خير. سلام عليكم.